mettre en état d'arrestation tous les citoyens marocains qui sont sur votre territoire national. Parce que ce qui vous attend, ce sont des gens qui n'aiment pas les Arabes. Ce sont des gens qui n'aiment pas les Berbères. عيا هاد الكرغولي القرد ما يسب ويهدد وكيحرض بالقتل ضد المغاربه، ولاني ما عطلاتوش الجاليه المغربيه اللي مشاو بلغوا به عند السلطات الفرنسيه، واللي كتقول مصادر بانه تم الاعتقال ديالو، وغتوجه له بطبيعه الحال عده تهم ثقيله منها التحريض والقتل، وكيقولوا بانه كينتمي لجماعه متطرفه، واللي المصير ديالو في الاخير يكون بحال اللي سبقوه، الا هو الترحيل عند عمو تبون وشنقريحه. اذا اندلعت حرب عربيه اسرائيليه ودينا قلنا نهاو بالمروك نقعوها هي الاولى نطالبوا هذا نهاو لازم تضرب اسرائيل الصغرى باش تروح اسرائيل الكبرى باش نتفاهموا مليح. اذا كانت كاينه حرب عربيه اسرائيليه راني نقول لكم درك اذا تروحوا تحاربوا تضربوا في الكيان منا من الناحيه الشرقيه وظهوركم مكشوفه للمروك رانا ما درنا والو. اذا تضرب المروك قبل ما تضرب اسرائيل هذه استراتيجيه عسكريه ما يناقشني فيها حتى واحد. اذا اندلعت حرب عربيه هذا مخنون اللي كيهضر على المروك قال لك خاص يبداو بينا حنا الاولى الا كانت شي حرب ضد العرب. شوفوا بعدا شنو دخل عندهم حتى العاصمه في الجزائر. يجي لك درب ولا اخرى؟ وين الدرون؟ هذه الدرون. فينا هو اقوى جيش في العالم وحنا هما شواكر تاع لافريك والقوات الضاربه، وعندنا اقوى منظومه دفاع في العالم الاس 300 والاس 400، اكثر من 15 مسيره دخلت لعندكم ما طيحتوا فيهم حتى وحده. الجزائر هي اقوى دوله في اللوبيا والروز والعدس. انه تغادي يعاود لهذه الهيئه. شوف هي كما كاين اللي يحبونا الخير كاين اللي ما يحبلكش الخير، اكيد كاين اللي ما يحبوناش نكونوا في هذه الهيئات. على بالنا بلي كانت محاولات كبيره للضغط على اعضاء الاتحاد العربي باش ما يكونش وليد صادي في هذا المكتب. يعني كاين ناس ما تساعدهمش ولا يعني حقد ولا كراهيه ولا، ولكن الحمد لله ان الاغلبيه يعني تاع اعضاء الاتحاد العربي متفهمين للوضع. علاش راني قلت لك في التدخل تاعي الاول ان الاتحاد العربي كهيئه عارفين واش قادره تقدم الجزائر لهذه الهيئه. على ذيك يعني الجزائر قدمت الكثير والكثير للاتحاد العربي. شفنا يعني لما كان روراوا في هذه الهيئه كانت كل الانظار متوجهه له وعاون كثير من الاتحادات العربيه. اليوم صراحه انا يعني تقريبا اسبوع قبل الانتخابات الاتحاد العربي كانت عندي معلومات بان هناك ضغط على اعضاء الاتحاد العربي باش وليد صادي ما يكونش في هذا المكتب. طبعا هل محمد رواوة طبعا فيه معلومات تقول انه الحاج محمد رواوة كان تدخل ويعني وزكى وليد صادي اللي اعضاء اللجان هذوما؟ ممكن جدا لانه مش ممكن جدا نتاكد من لا شوف انا نقول لك يعني اكيد هما ما زالوا يشاوروه ليومنا هذا. الرئيس روراوا يعني ما زالوا يتصلوا به اعضاء الاتحاد العربي، يعني اتصالات بينه وبينهم ما انقطعتش الى يومنا هذا. دائما يتصلوا به، دائما يشاوروه، دائما يعطيهم حلول الامور. انا من هذا الباب نقول لك باللي انا كنت مطمئن بان وليد صادي راح يكون يعني في المكتب التنفيذي الجديد هذا. طيب عاوتاني قال لك كانت مؤامره ضد وليد صادي باش ما ياخذش مقعد في الهيئه العربيه لكره القدم، واطراف قال لك كانوا كيضغطوا بقوه كيقصد القجع باش ما ياخذش هذا المقعد في هذه الهيئه. اما واحد الماتش ديال الصومال منوض فيهم الخلعه شنقريحه وتبون مصيفطين وليد صادي حتى الصومال باش يشريو الماتش، خايفين من شي مفاجاه ايكامبيه. صحا باغيين يلعبوا في الجزائر وضروري ما يجبدوا المغرب. علاش كان كيلعب الي روتور في بلادو وحنا ما نلعبوش؟ كتعرف لو وقعت شي مفاجاه وخسروا الماتش الصومال ولا تينوض الحراك اللغط لي في الجزائر. اسم الصومال نجوم المحيط في شباك الجزائر يسجلون. الصومال ما كان عنده حتى علاقه ومشاو في نفس الطرح، والصومال ممكن يجوا يلعبوا هنا يعني يلعبوا في الجزائر. ها ملي كنلعبوا ديجا ماتش ديجا في لوغوندا مثلا،
ولوغوندا داخل مع لا غينيا لعبوا في لوغوندا راه معنا في الجروب. نقدر نقول لك لا ممكن باش يربحوا لا غينيا جو سي با، مي في نهايه الامر ما تقدرش تقول لهم اللي جابوهم الدقيقه الاخرى باش يعني يضربوا يعني لي تيك سبورتيف. مصر مثلا، مصر عندهم حبوا يجيبوا جيبوتي، راح يلعبوا يعني جيبوتي مصر كانوا جايين جيبوتي، اسمح لي برك، كانوا جايين جيبوتي لمصر. مصر يزون ديسيدي حسب اليوم السابع انهم يلعبوا اير خير. علاش هما يقولوا باش النزاهه، بصح لا ديفيرونس بيننا وبين مصر كبيره، عندهم 5 بوان يعني دو ديفيرونس على بوركينا فاسو. نديروا ماتشين في بوركينا فاسو، قناعتهم هما في كل حالات يروحوا لها في كل حالات. حاجه واحده اخرى راح يلعبوا هما في المغرب. كي تشوف انت لا فيفا ولا تدخل ولا ما تدخلش على النزاهه، هو المغرب في الجروب تاعهم كل المقابلات ماشي كل فرنسا بيديبلاصاو ايريتريا ما كاشها بصح مع النيجر ان جروب دو 5 رسوفاو في المروك. لعبت مع الكونغو في اكادير ولعبت مع النيجر في وجده. هو علاش راه فيفا ما تكلمش حتى ايضا تصفيات حتى بالقبل تقول لي انت ما كاينش ماتش ديسيزيف، نقول لك لا نيوص. انا كي نبدا زيرو مازال ما بدات التصفيات، كي نشوف ان النيجر جاي تلعب تلوسي في المروك والكونغو تلوسي في المروك يا لا فيفا كانت دير ديبي دير ان ارتيكل وين لي ماتش يتلعبوا في بلد محايد. هذا ما كان ما تلعبش عندي انا يلا لي روتور. شيخ على ليبوك انا سي فري انا مع النزاعه، انا نقول بور تو الموند، قال انا في الجروب تاعي نلعبوا في ملعب محايد، سي فري هذه سي لا لوجيك. ولكن الناس كي كانت لو ماروكان كونتيستاو على ليبوك، يعني الناس اللي كريتيكاو لا فيدراسيون ماروكان واللعب تحت يعني في الكواليس والضرب تحت الحزام، كانوا لي ماتش تاعهم في كاس الفريق العالمي يلعبوها دوميسيل بحجه انه الافارقه ما عندهمش يلعبوا ويجيبوهم. اليوم ما فهمتش علاش الناس ما تكلمتش كثير على الاقل في تصفيات كاس العالم 2026 انه الماروك يسي ديبلاسي، يعني لو ماتش دو ديبلاسمون تاعو للكونغو والنيجر تلعب في المروك، والديبلاسمون تاعو ا دوميسيل. مين جا في الجزائر تلعب مع الصوماليه بدا الناس بدات حتى ما كاينش ديسيزيف، مي النزاهه من حيث النزاهه يا خويا انا ما تلعبش العب في بلد ما راهوش في المجموعات. رفيق وقت البرنامج الصومال ولا مصر جيبوتي الناس بدات تتكلم باسكو نقول لك علاش، لانهم الناس مقتنعين اليوم بلي لاجيري سي فري لا بريستاسيون لي ميديوك نعترفوا بها، مي بقى لنا ان با فير لا كوب دي موند وحنا ماذا بينا نحسمها قبل الجوله الاخيره، وبالتالي تلعب على تيرانوت ولا ماشي باش نربحوا. جاو اليوم اسمح لي يجوا نيلسون مانديلا راهم يلعبوا مليح حتى هما، يعني صح ما عندهم نقطه بصح كروشا ولا لا غينيا تربحهم تيفيتي لوغوندا. مي في نهايه الامر ولا تكلمنا على من غير اللائق ان الصومال تجي الجزائر ولا جيبوتي تلعب في مصر حتى نقول لك من غير اللائق انه المنتخب المغربي يلعب كل مبارياته في المغرب زعما الداخل ولا خارج القواعد. شكرا على المتابعه ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.